بمعلقه واحده هتضيفيها هتعملي السمك البلطي المقرمش بتاع المطاعم، وبتكه بسيطه جدا ومن غير تمن كمان. وكمان الرز البني الحلو من غير ما نحرق بقى البصله علشان انها تدينا اللون ده، ومن غير كمان ما نحط سكر، وتبقى الدنيا مرره معانا في الطعم. حاجه كده تحفه. والتوابل بتاعه السمك البلطي حصريا والله من قلب المطعم ومن بق الشيف نفسه، وكمان شفناه وعرفت الطريقة منه. يلا بينا، ان شاء الله هتعجبكم جدا الطريقة، والفيديو هيعجبكم قوي. شايفين الرز مفلفل ازاي، والتسوية بتاعته وطريقة التسوية مهمة جدا. كل الحاجات دي وكل التكات والحركات بجد دي خلاصة السنين. وده فطرنا النهاردة برتقان بالجزر، ده عصير فريش. ومعانا البلح الحلو اللي في الطبق دوت، وبلح فنانيس بقى طبعا، والرز والسمك البلطي الخطير والليمون. وبصراحة الواحد زهق من اللحوم والحاجات التانية، بجد نفسنا في السمك الجميل. وازاي تعملي وجبة اقتصادية وبتمن بسيط على قد الايد، انك انت تبقي ناصحة زي كده وتجيبي السمك البلطي الحجم الصغير شوية. لو اول مرة بتشوفيني انزلي تحت الفيديو اشتركي في القناة، سبسكرايب اشتراك وفعلي الجرس كمان. اختاري الكل علشان تتابعينا على طول. ويلا بينا على الفيديو والوصفة. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. صراحة احنا زهقنا كلنا من اللحوم ومن الحاجات اللي هي فراخ ولحمة والرز وكل الحاجات اللي هي المعتادة. نفسنا بقى في أكل السمك حلوة كده. دي بقى تتبيلة مختلفة تماما وأول مرة أنا بعملها. مبدئيا دول 3 كيلو ما شاء الله من السمك البلطي. السمك دوت يا جماعة سمك بلدي، يعني سمك مستورد من النيل برضو. تمام، هو حجمه قد الكف الإيد. نبدأ كده بالتتبيلة ونقول بسم الله. معايا مكعبين من المرقة هرساهم كده بشوكة، ومعايا معلقة أو أقل من معلقة من الكمون، ومعايا على طرف المعلقة قرفة، ومعايا هنا مستردة. التتبيلة تحفة. انسي بقى انك انتي تعطشي ولا في رمضان ولا في الصيام ولا في اي ايام، لانها بجد الطريقة من قلب المطعم وموفرة جدا وحلوة قوي. طبعا لازم معانا التوم، ده التوم اللي انا مفرزاه، احطه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. برضو ده اللي من سنتين لسه عندي. اخدت منه زي كده معلقه ونص تقريبا، او معلقه هرميه، يعني حوالي نص راس من التوم. ومعايا ليمونتين طبعا ده ضروري يعني. عصره ليمونتين اعصرهم بالشكل ده. المستر ده اساسي يا جماعه، هو ده اللي بيخليكي انك انت، انا بعتمد عليها في التتبيله ان شاء الله عن التوم. التوم حاجه بسيطه، ومعايا الملح، ومعايا كمان حاجه بسيطه كده من الشطه. طبعا الشطه اختياري. واقلبهم كده حلو ونشوف هنحتاج مستردة تاني ولا لا. المستردة هي فيها التوم وفيها التوابل اللازمه كلها، ودي اللي بيشتغلوا بيها في المطاعم. طبعا بيبقوا شغالين من جرادل مستردة. بصوا بقى بالشكل ده، قلبتها حلو خالص وتهرسي كده المرقه فيها كويس قوي. تمام، مرقه دجاج على فكره. خلاص دلوقتي بقى هبدأ بقى اتبل كده السمك بتاعي. طبعا غسلاه مصفياه كويس جدا من الميه، وعامله كده فتحه او فتحتين على حسب حجم السمكه، يعني بشقها كده بالسكينه. طبعا السمكه قد كف الايد، صغيره شويه، عشان كده خليكي ناصحه زي ما قلت لكم. انا السمك دوت صراحه لقيته ب50 الكيلو، والسمك اللي هو بتاع بحيره ناصر او بتاع اسوان كان ب85. جايباه برضو وان شاء الله هعمل بيه اكله تاني. دوت بلدي اول مره اجربه بصراحه. انا دايما اجيب يعني يا سمك بحيره ناصر يا مزارع. تمام، هو حلو بس بيبقى ريحته قوية كده، يعني تحسي ان ريحته قوية شوية. آه، بصوا بقى بالشكل دوت ادخل كده التتبيلة في الخياشيم وفي الراس وكل حاجة. طبعا مفتوح من البطن علشان يحتفظ بالتتبيلة. اوعي تعملي زي ما كنت بعمل قبل كده، كنت بحط فلفل يعني فلفل حامي وفلفل رومي وطماطم وشوية حاجات كده. هي بصراحة طعمها جميل، بس كانت بتنزل كلها في قلب الزيت اللي بيتقلي، ومش يعني مفيش استفادة منه، زائد انها بتعطش جدا. لكن بعد ما عرفت الطريقة دي فعلا والله من شيف من جوه المطعم، انا مش هفضل احلف لكم لانها بجد فعلا من شيف. ودي طريقة تحفة تحفة. انا مش اول مرة اجربها، جربتها كذا مرة قبل ما انا كمان اصورها لكم. بصوا بالشكل دوت، دي حلوة جدا جدا. وهي دي الطريقة، وده السمك البلطي المقلي المقرمش الحلو اللي بيجي لكم، وما تحسيش انك انت عطشانة ولا انك انت تعبانة ولا الكلام ده خالص.
هتبله بقى بالشكل دوت وهسيبه شويه، ونبدا بقى الرز الخطير بتاعنا بالتتبيله الروعه. معايا بصله مقطعاها كده قطع صغيره بالشكل ده، حطيتها طبعا في زيت، وهبدا كده اشوح البصله ديت مع كام ورقه من اللورة بالشكل ده، كمان واحده لومه عليها. بنقلب كده على طول مع استمرار التقليب. الريحه بقى تجنن، التوابل هنا بقى بتاعت الرز خطيره يعني بجد، دي سجلوها عندكم لانها مرجع بجد. حبتين بس من الكوبيبه الصيني، وتقسميهم كده بسكينه علشان تطلع ريحتهم، ما تطحنهمش. وحطيت كمان رشه من القرفه وكمان شويه كمون، وهحط كمان شويه من الكركم بالشكل ده. كل ده على طرف المعلقه. هو ده اللون اللي بيدي للرز يا جماعه. ضفت كمان زي ما انتوا شفتوا كده كوبايه من الميه، وهسيبها تغلي مع التوابل دي شويه. ودي بقى التركه وال يعني التكه بقى الخطيره بتاعه الشيف. كمان معايا هنا صويا صوص، هاخد معلقه واحده واشوف على حسب اللون اللي انا عايزاه. حسيت ان اللون مش مغمق قوي زي ما شفتوا كده، فحطيت كمان معلقه تاني من الصويا صوص بالشكل ده. كمان هزود حتة من القرفة. حطيت حاجة بسيطة جدا فلفل اسود، والملح طبعا نظبطه. هنا في الوقت دوت بسيبه يغلي شوية، وبعدين غسلت كوبايتين من الرز المصري وحطيتهم عليه. وطريقة التسوية ان النار اول ما يغلي الرز نخليها وسط، ما تبقاش هادية زي الرز العادي. معلش المقطع ده ما تصورش دلوقتي بقى، هتشوفوه في الاخر او زي ما انتوا شفتوه اول الفيديو كده، ان هو ازاي شكله مفلفل وجميل. معايا هنا كوباية من الدقيق، عليه معلقة واحدة من النشا، ونص معلقه كده من الملح، وقلبتهم وحطيت فيهم السمك البلطي. السمك البلطي ازاي ما شربش معايا زيت؟ ما شربش معايا زيت لان انا الزيت زي ما انتم شايفين حطاه في طاسه حوالي كوبايه من الزيت بس او اقل كمان، وحطيت عليه معلقه من النشا. استحاله هيشرب اي زيت السمك بتاعك، او اي حاجه عايزه تقليها اعمليها كمان بنفس الطريقه. وادي الاكل بتاعنا بجد تحفه جدا. الديكور طبعا تعمليه زي ما انت عايزه، الجزر والبقدونس كل الحاجات دي حلوه يعني، ناكلها برضو مع الاكل وبألف هنا. بجد الرز يجنن، والطريقة بتاعة السمك مخليه في حتة تانية خالص، ولا بيعطش ولا الكلام ده خالص. والعيش بقى بتاعنا، والنهاردة العصير وكان كله كده جاهز مع بعضه، ما شربناهوش يعني الأول زي كل مرة. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وانصحكم تجربوا الطريقة دي لانها حلوة قوي وهتعجبكم، واللي جربها يقولي في الكومنتات ايه رأيه فيها. وده كان السمك بتاعنا والطبق بتاعنا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.